النهاردة محافظة اسكندرية بتحتفل بالعيد القومي رقم 72 ليها. العيد القومي اللي بيتزامن مع يوم فارق مع مصر كلها وكل المصريين، وترتب عليه كل الأحداث وتاريخنا من 72 سنة. يا ترى ايه النهاردة كانت مراسم الاحتفال، وايه اللي حصل في شوارع اسكندرية، وايه اللي حصل في اليوم اللي تم اعتباره عيد قومي لاسكندرية؟ كل ده هنتكلم فيه بعد ما تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل لو مهتمين تعرفوا ايه اللي بيحصل في اسكندرية. ويا ريت زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولوا لي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. الموكب اللي تقدمه مواطنين كتير بموتوسيكلات ومواطنين أكتر وشباب بعجل بدأ الساعة 9 صباحا من أمام فندق المحروسة بقيادة الفريق أحمد خالد محافظ اسكندرية، اللي استقل أتوبيسين سياحيين، الأتوبيس الأحمر أبو دورين المشهور في اسكندرية، واستمر الموكب لحد شاطئ سيد درويش المجاني بمنطقة بحري. الموكب اللي تبعته أغاني وطنية بطول طريق الكورنيش لمشاركة المواطنين فرحتهم. الموكب اللي شارك فيه جميع الأحياء وعربيات محافظة اسكندرية مزينة بالورود والزهور زي ما حضراتكم شايفين في الصورة، وكمان لافتات بتهنئة محافظة اسكندرية لجميع أهل اسكندرية بعيد محافظتهم القومي رقم 72. بتحتفل اسكندرية بعيدها القومي يوم 26 يوليو من كل عام، تزامنا مع خروج الملك فاروق يوم 26 يوليو 1952 من ميناء راس التين مستقلا اليخت الملكي المحروسة، وتوجه يومها لإيطاليا. وعشان كده اسكندرية بقى عيدها القومي يوم 26 يوليو من كل عام. محافظة اسكندرية النهاردة احتفلت بالعيد القومي رقم 72 للمحافظة بدري يوم 25 يوليو، وده لأن أجازة رسمية النهاردة للاحتفال بثورة 23 يوليو، وده علشان يتمكن المواطنين من مشاركة قيادتهم فرحة اسكندرية. الموكب توقف أكتر من مرة لمشاهدة عروض وطنية واحتفالات زي مثلا عند فندق المحروسة وسبورتنج، وتوقف كمان عند المنشية عند الجندي المجهول لمشاهدة احتفالات القوات البحرية بالعيد القومي لاسكندرية من خلال عروض بالزوارق البحرية قدموها في البحر أمام الجندي المجهول بمنطقة المنشية. النهاردة كان في مشاركة وحضور قوي لجميع الكيانات الشبابية السكندرية بدعم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة اسكندرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. الاحتفال الكبير النهاردة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام بمحافظة اسكندرية، وقدام حضراتكم دلوقتي أحد الكيانات الشبابية الفعالة في محافظة اسكندرية، اتحاد بشبابها، المنسق العام أستاذ عاصم بباوي، وأمين التنظيم الأستاذ محمد بويلي. النهاردة كان في أجواء من الفرحة في محافظة اسكندرية بطول الكورنيش من أول فندق المحروسة لحد شاطئ سيد درويش بمنطقة الأنفوشي، من خلال مشاركة المواطنين قيادتهم احتفالهم بعيدهم القومي. بنحاول نتابع مع حضراتكم كل جديد في محافظة اسكندرية. انتوا كمان تقدروا تعرفوا ايه اللي بيحصل لما تشرفونا بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم إشعار بكل الحلقات والأخبار والمتابعات الجديدة. أنا أخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.